الطبيعي واللي احنا نعرفه ان لما يبقى في فيلا دوبلكس بتبقى متأسسة ان هي اصلا فيها السلم بتاع الدوبلكس اللي طالع للادوار المتعددة. اللي مش طبيعي معانا في المشروع ده ان العميل عنده عمارة طالب ان هو يعملها دوبلكس. فطبعا لازم لما نيجي نعمل السلم الدوبلكس اللي رابط في العمارة لازم نشوف المكان ده هنفتح فين، ويكون احنا عارفين بنفتح فين عشان ما يقللش معانا في الاجهادات بتاعت السقف. ولما نفتح نشوف السلم ده هيطلعنا على ايه، هيطلعنا على ممر حركة، على طرقة، على ليفنج، على المكان اللي هيطلع عليه السلم. المشروع اللي معانا ده بقى ما كانش فيه اصلا مكان يطلع فيه السلم، يعني المكان بتاع السلم مش موجود. فعملنا ايه؟ جبنا منطقة جنب العمارة، طلعنا عملنا ليها سلم دوبلكس، دخلناه في الدور الاولاني وفتحنا له في الدور الثاني وطلعناه للدور الثاني. وده كان اصعب حاجه في المشروع. بدانا ازاي؟ العميل كان في الاول متردد، عايز يشطب الشقه دي لوحدها والشقه اللي فوق لوحدها. فبس هو كان عايز يعمل اللي هو يربط الدورين وتبقى زي نظام فيلا يعني. قلنا له طيب هندرس الموضوع ونرفع المقاسات، ورفعنا المقاسات الحمد لله، وربنا وفقنا لفكره ان الدور الاولاني ده كان لباب منفصل عن باب العماره، وليه زي ممر كده حوالين العماره خاص بالعماره نفسها يعني. الباب ده ليه بلكونه. البلكونه دي لو احنا لما بصينا فوق لقينا البلكونه دي ده الطاير بتاع البرج بتاع الدور الثاني. طبعا عشان نفتح في الطاير ده مشكله كبيره، لان احنا ما نعرفش هو متاسس ازاي، ولا نظام التسليح عامل ازاي، ولا الطاير ده محمل الادوار لان العماره دي 4 5 ادوار. فطبعا كنا محتاجين ندرس الموضوع، وازاي برضو زي طريقه الفتح وطريقه القطع في السقف وكده، والاحمال، وايه اللي هيشيل الطاير ده. فحللنا برضو موضوع الخرسانات والاحمال بتاعتنا، وحاولنا ان احنا طلعنا احنا بقى جزء السلم الجديد ده خارجي، ولحمناه الاول في الدور الاول، زرعناه له حديد في السقف الدور الاولاني. وبعد كده بنينا المباني بتاعتنا، وطلعنا العمدان بتاعتنا، وعملنا المباني على طوبه بحيث ان هي تشيل معانا الدور اللي فوق. وبعد كده فتحنا في السقف. يعني انا حملت السقف الاول، حملت المكان اللي انا هقطع عليه لان ده طاير، فحملت السقف الاول، وبعد كده بدات اقطع برضو المساحه اللي طلعنا فيها السلم كانت عباره عن متر. السلم الدوبلكس هيبقى عرضه متر. ما قطعتش انا في المتر طبعا، يعني انا قطعت حوالي 60 سنتي، وبدات اقطع بعد كده ال 40 الباقيين 20 في 20 كده، بحيث ان انا اوصل اللي انا عايزه. ما ينفعش ان انا اروح جاي مره واحده قاطع في مكان الشغل فيه لازم يكون بحذر شويه. العميل لما شاف السلم وشاف المكان اللي طلع منه السلم، هو ما كانش مصدق لان الجزء الدور الاولاني اللي هو ال 100 متر بتوع الدوبلكس ده، ما كل الاماكن اللي في الشقه، لا اما طالعه في حمام، لان انا هطلع السلم من الدور الاولاني هيطلع يدخل حمام، ولو هطلعه في مكان تاني هيطلع في المطبخ اللي فوق، والتالت هيبقى في الحمام اللي جوه. فالتلات اماكن اللي انا اقدر اطلع فيهم السلم اللي هو بيبقى في الريسبشن، طالع في اماكن معدومه، يعني طالع في قلب مكان. لحسن الحظ المكان اللي احنا شفناه ده طالع في قلب الريسبشن. فالعميل شاف السلم ومكانه، فالحمد لله ان احنا قدرنا نحقق له اللي هو عايزه. وده التركية في المشروع. احنا لما ناخد المشروع بنحاول ان احنا نوظف العميل طلبه ويكون مطابق معانا للشغل الهندسي. وطبعا المرجعيه بتاعتنا الكود المصري. طيب عملنا ده وحققناه. طبعا صبينا السلم مسح، ما عملناهوش ما قسمناهوش في الخرسانات، لان انا محكوم بمناسيب. طيب ظهر عندنا مشكله تانية، ايه هي بقى؟ ان ربط المناسيب، ربط الدورين ببعض. الدور الاول طبعا الشغل اللي عاملينه في الفيلا بالكامل شغل كله دفن، والمناسيب عاليه، يعني المناسيب الشغل الدفن فيه كله عالي. زي ما قلنا ان الشغل الدفن في القواعد المعلقه وكده بيحتاج ان احنا نحترم منسوب القعده. فالدور الاول فيه حمام فلاش تانك في الحمام. طبعا احنا عارفين ان هو بيبقى ارتفاعه من على وش الارض 33 سم، وطبعا دي عماره متشطبه، فانا محكوم بالرخام اللي متشطب اللي انا هاخد عليه البلاط من بره، فلازم احترم المنسوب ده.
لما اسسنا الفلاش تانك في الدور الاولاني، عندنا في الدور الثاني الريسبشن اللي السلم طالع عليه في حمام ضيوف، برضو لازم نحترم الفلاش تانك بتاعه. الدور الثاني ده بقى الدور معمول على منسوبين، يعني الريسبشن ده على منسوب، والطرقه والمطبخ والحمامات والاوض على منسوب تاني. يعني في منسوب درجتين بين المنسوب ده والمنسوب ده. يبقى احنا عندنا في الفيلا دي 3 مناسيب، المنسوب الاولاني بتاع الفيلا الدور الاولاني، المنسوب بتاع الدور الثاني، منسوب الطرقه والمطبخ. وطبعا منسوب الطرقه والمطبخ متاسس فيه حمامين، حمام كبير وحمام في اوضه ماستر. فان احنا نحقق المناسيب دي كلها ويبقى ارتفاع الدرجه 14 سم معانا، ويبقى ارتفاع الدرجه وانت طالع على السلم مريح. طبعا ده كنا لازم نعمل السلم مسح، بحيث ان بتاع الرخام او مقاول الرخام يحاول يقسط معانا السلم ويقسمه مظبوط. لان انا كده كده لو قسمت الخرسانات انا مش هحترمها، فاضطر ان انا اعدل المباني عليها تاني او اسحب السلم في حاله ان احنا لو ما حققناش المناسيب اللي احنا عايزينها. كانت المشكله عندنا ايه في السلم الدوبلكس احنا عاملينه؟ ارتفاع السقف بتاع الدور الاولاني في طلعه البسطه. الارتفاع السقف ده، يعني انا طلعت السلم لازم اقل حاجه يبقى ارتفاع 2 متر و20. كان عندنا مشكله ان احنا لما صبينا كان الارتفاع بالظبط 180. سحبنا السلم درجتين لقدام، وريحنا السلم مناسيب السلم، وريحنا المناسيب من فوق، حققت لنا اللي احنا عايزينه. ده بيبقى مشكله بتقابلنا في الموقع ولازم نحلها. الحمد لله عدت على خير وبدانا نشطب، وبعد كده عملنا التصميم للعميل 3 دي ماكس اللي هو كان طالب الشغل كله يبقى مودرن. المشكله الثالثه والرابعه اللي كانت معانا في المشروع ان العماره اللي احنا شغالين فيها دي كلها كمر ساقط. الكمر الساقط ده لما باجي افتح اوضه في الثانيه بيبقى عندنا الكاميرا ساقطه، فبتبقى كديكوريشن ما بتبقاش حلوه. فازاي نعالج الكمر؟ عملنا في المشروع ده، لان ممكن نعالجها بكذا طريقه. المشروع ده عملنا ايه؟ غلفنا الكمر ده بجبسن بورد، وعملنا فيه ماجنتيك تراك، كأن انا اللي قاصد اعمل السقوط بتاع الكاميرا. فاصبح معانا الشكل حلو، وكأن انا قاصد اعمل حاجه زي كده، انا اللي قاصد انزل بالمنسوب بتاع الكاميرا. فما كانش معانا مشكله خالص في موضوع الكاميرا وموضوع فتح وتوزيع المساحات. طبعا لما بنيجي طبعا نكسر في الكمر ونكسر عرض، ما ينفعش نبني في اماكن ما يكونش فيها كمر تاني. بس السقف اللي كان موجود تحت كان الكمر بتاعه مدفون، فساعدنا ان احنا نشتغل ونوسع برضه بحذر. يعني احنا لما نيجي نوسع الاوض بتبقى بحذر، ما بقاش فيها مجازفه ان انا ابني في اي مكان. احنا عارفين طبعا احنا لو الشغل معانا فلات سلاب فاحنا بنهد براحتنا ونبني براحتنا، اما لما يكون الشغل سوليد سلاب كمر صوت فبيبقى دي في مشكله بعد كده، ان احنا لو لا قدر الله الاحمال مش مركزه على بعض. لما فتحنا العميل طلب مننا ان احنا نعمل له جناح خاص في اوضه ماستر، سرير بدريسنج روم بحمام. كان في وزعنا المساحات، والحمام التاني برضه عملنا حمام خارجي. وكان عندنا في الفيلا دي مطبخين، مطبخ امريكان مفتوح، امريكان في الدور الثاني، وامريكان تحت في الدور الاولاني. وزعنا الدور الاولاني ان احنا عملنا منطقه استقبال تحت بمطبخ صغير وحمام، واوضتين استقبال عملنا منها اوضه للاولاد لو في بلاي ستيشن او اي حاجه. طبعا واحنا بنأسس للشغل بتاع الشاشه لازم بنعمل حسابنا في كابل اتش دي، بحيث ان هو ما بقاش ظاهر. بنعمل اسس ماسوره 23 في الحيطه، بحيث ان احنا نداري فيها الاسلاك، ونعمل مجموعه في الكاونتر الخشب، بحيث ان احنا نداري كل حاجه ما تبقاش باينه وما تبقاش ظاهره. العميل طلب مننا احنا ناسس السلم البيانو. سلم البيانو ده طبعا بيبقى محتاج لكل درجه سلك. السلك ده بيروح على لوحه البيانو، وبيبقى الاناره مرتبطه بدايمر اضاءه بوقت معين ان هو يفصل. بيبقى في حساس كهرباء تحت وحساس كهرباء فوق. اول ما حد بيطلع السلم او ينزل بيروح السلم منور لوحده، او والوقت اللي احنا بنحدده ان هو السلم يطفي فيه. ممكن نتحكم برضو في السلم ده ان احنا ممكن نشغله، عاملين مفتاح ليه ان احنا نشغله يبقى ثابت او يبقى شغال مع البيانو اللي هي لوحه البيانو. والدور اللي فوق بقى طبعا اشتغلنا برضو ان هو يبقى فيه انتريه وصالون وسفره والشاشه، وعملنا الطرقه وفصلنا بينهم بالدرجتين اللي هم الدرجتين المنسوبين اللي هو الامبراطور المستورد
فما شاء الله الشغل طالع زي التصميم بالظبط. المشكله اللي اكبر بقى ان العميل كان طالب مننا ان الشغل ده يتم في وقت معين، والشغل ده تم في 6 شهور بالظبط. ان احنا نعمل تعديلات تعديلات معماريه والخرسانات، وان احنا نعمل كل الشغل الديكوريشن اللي معمول في المكان، بالاضافه لان احنا نعمل الفرش بالمطبخ بالرخام بتشطيب المدخل بالكامل في 6 شهور. طبعا ده خد مننا تعب ومجهود. وكمان كان في فتره معانا ان الشغل كان في الاعياد، فطبعا كان في وقت، يعني في وقت بيبقى فيه إن العماله بتبقى مأجزه فيه، فطبعا ده خد مننا مجهود كبير. احنا الحمد لله المشروع تم على خير ونفذناه وسلمناه، وكمان العميل كان مبسوط جدا من الشغل. والحمد لله اتعاقدنا معاه على وحدة تانية في مدينتي، ان شاء الله نبدأ نشتغل فيها قريب، وان شاء الله الشغل يعجبكم. شكرا.